حكمت الدجاج فتحته، بعدها غادي نحشي فيه. درت التوابل تاع الدجاج وبعدها درت معاه البصل. دوك نحكم غرفيه تاع فورماج، دوك نضيفها مع هذه الحشوه. وهذه هي التتبيله تاع البصل الاول. هكا درت طوماطيش، بعدها نزيد الفرماج درت مغرفه تاع الزيت، نزيد الفرماج، بعدها حبه طماطم ورت الروز، نحي الروز وفورته ودرت فيه، ومن بعدها ندير فيه الزعفران ونخليه هكا. درت معاهم كاس تاع الماء، وغادي ندير معاهم نص الكاس تاع الزيت ونروح نديرهم. درت معاه نص الكاس تاع الزيت ودرت معاه 2 كيسات تاع الماء وصاي. دوك هذيك الحشوه شفتوها كيف حشيه، دوك نديرها في الفوق ونخليها يطيب. وهذا الروز درت فيه الزعفران وخليته يجي يشرب. المرقه تاع الدجاج دروك نحيت الدجاج وخرته بجي، دروك درت الكركم ودرت الزعفران. دوك نرمي هذا الروز نرمي في ديك المرقه اللي درتها تاع الدجاج، وندير معاه الزبده ونخليه، يعني الزبده ديري معاه 2 مغارف تاع الزبده. المرقه راهي تطبخ لي، دوك نحكمها ونضيف هذا الروز. قلت لكم هذا الروز غادي كي فاير خطرتين، ونقص له ونخليه يطيب. بعدها نزيد عليه مع 2 مكعبات هكا تاع بقره. دوك نزيد الزبده، نزيد معاه الزبده صايدك يطبخ، نقص له ونخليه شويه يطيب. المرقه هذه ديري معاها الرند وديري معاها حبه تاع بصل تغبيتها، ودرتي معاها فصوله تاع الثوم. وكي عقدت كي طلقت ليك البنه تاع هذاك الدجاج نحيته، من بعدها رميت هذاك الرز اللي فورته 3 خطرات، ومن بعدها زدت معاه مغرفه تاع زبده ودوك نقص له ونخليه يطيب. هذا هو الرز اللي حضرته بالدجاج بولي محشي. نقول لكم باللي يا سيتو تاكلوا بصحه، نقول لكم باللي سلام.